حياكن الله في قناتكن VS Golf Beauty، القناة اللي دوم تهتم بجمالك الطبيعي، نضارة بشرتك من غير مواد كيميائية ولا تعقيد. قبل ما نبدأ لا تنسين تضغطين لايك وتشتركين في القناة وتكتبين لنا بالكومنت تحبين تسوين ماسكات طبيعية في البيت أو تفضلين المنتج الجاهز. اليوم موضوعنا مهم لكل بنت ودها تحس ان بشرتها مشدودة نظيفة مرتاحة وناعمة مثل بشرة الأطفال، وبنقدم لك حلين: فماسك طبيعي فئات حضرينه بنفسك في البيت بمكونات بسيطة، ومنتج بديل بنفس الفعالية متوفر على أمازون الإمارات. نبدأ بالخلطة وبعدها ننتقل للمنتج المقترح. الوصفة الطبيعية: الخطوة الأولى التنظيف العميق. التنظيف هو الأساس، لو بشرتك مو نظيفة كل المنتجات ما بتنفع. بنستخدم زبادي طبيعي طازج، لازم يكون ثقيل شوي ومبرد. نضيف له ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي. العسل يرطب، يحارب البكتيريا ويعطي لمعة حلوة للبشرة. اخلطي المكونين زين واخذي شوي من الخليط وابدأي تدلكين ويهجي بحركات دائرية، خاصة على المناطق اللي يتجمع فيها الدهون مثل الأنف والدقن والجبهة. خلي الخليط على وجهك 3 دقايق بعد ما تخلصين تدليك، بعدين اغسلين بموية فاترة، بتحسين بنعومة فورية كأنك مسوية تنظيف في صالون. الخطوة الثانية التكشير. حتى لو غسلنا وجهنا في خلايا ميتة تبقى فوق سطح الجلد وتخلي البشرة باهتة، عشان كذي لازم نقشر. بنستخدم شوفان مطحون ناعم مع زبادي. الشوفان مقشر طبيعي وناعم، ما يجرح البشرة ويساعد في تهدئة أي تهيج. خذي ملعقة كبيرة من الزبادي وملعقة كبيرة من الشوفان واخلطيهم. الخليط بيكون قوامه كريمي لكن فيه شوي حبوب صغيرة تقشر بلطافة. وزعيه على وجهك ودلكي بنفس الطريقة. ركزي على الأنف والدقن والشفايف بعد، لأنهم أكثر أماكن يتجمع فيها الجلد الميت. بعد ما تخلصين اغسلين وجهك بموية فاترة وجففيه بمنشفة ناعمة، بتلاحظين الفرق من أول مرة. الخطوة الثالثة الماسك المرطب والمفتاح. الخطوة الأخيرة هي أهم خطوة بالماسك، لازم نغذي بشرتنا ونقفل المسام. بعد التنظيف والتقشير بنستخدم ملعقة صغيرة زبادي، ربع ملعقة صغيرة كركم بس شوي عشان ما يلون الوجه، ملعقة صغيرة من ماء الورد. خلطيهم مع بعض لين يصير عندك خليط ناعم كريمي. وزعيه على وجهك كله، تقدرون تستخدمون فرشاة لو تحبون أو بأطراف الأصابع. خلي الماسك على البشرة من 10 إلى 15 دقيقة لا أكثر، بعدين اغسليه بموية باردة. النتيجة: بشرة ناعمة مشرقة مرتاحة ومرتوية. الروتين يناسب كل أنواع البشرة حتى الحساسة. لو بشرتك فيها حب شباب أو جفاف جربي هالخلطات الطبيعية وبتلاحظين الفرق خلال أيام. والأهم ما فيها لا عطور صناعية ولا مواد كيميائية تضر الجلد. نصائح سريعة: داومي على هالروتين مرة إلى مرتين في الأسبوع. لا تنسين تحطين واقي شمس كل يوم حتى لو ما طلعتي من البيت. اشربي موية كفاية طول اليوم، هالشي يفرق وايد في نضارة البشرة. المنتج البديل الجاهز إذا كنتي مشغولة أو ما تحبين تجهزين كل مرة، في منتج جاهز يعطيك نفس المفعول يوغرت or honey clay mask من BBE Beauty by Earth. أول شي خلوني أشرح المكونات. قول الزبادي الطبيعي غني بحمض اللاكتيك HHA اللي يزيل الخلايا الميتة بلطف، يعطي البشرة نضارة وينعمها بدون ما يهيجها.
الزبادي معروف إنه يناسب حتى البشرة الحساسة. كول أو الطين البنتونيتي هذا طين طبيعي ممتص للدهون والسموم، يشفط الشوائب من المسام ويخلي البشرة نظيفة ومتجددة، يخليج تحسين بشد خفيف بالبشرة بعد الاستخدام. كول أو العسل الخام مضاد للبكتيريا ومرطب طبيعي، يساعد البشرة تحتفظ بالرطوبة ويهدي الالتهابات، غير إنه يعطي لمعة صحية وواضحة للوجه. كول أو الشوفان العضوي يلطف البشرة، يقلل الإحمرار ويوازن زيوت البشرة، ممتاز للي يعانون من الحساسية أو الوردية. شنو يسوي هذا الماسك بالضبط؟ يشد البشرة ويعطيك إحساس بالتنظيف العميق، يقلل المسام، يرطب من الأعماق، يهدي البشرة ويقلل الإحمرار، يعطي لمعة طبيعية وصحية. والأجمل ما في أي مواد كيميائية ضارة مثل السولفيت أو البارابين. ولطريقة الاستخدام، كول أو اغسلي وجهك بغسول لطيف وخليه مبلول شوي. كول خذي كمية صغيرة من الماسك ملعقة تقريبا ووزعيها على الوجه والرقبة. خلي الماسك 10 إلى 15 دقيقة بالتحسين بوخز خفيف أو شد، هذا طبيعي. كول اغسلي وجهك بماء فاتر وبعده بماء بارد عشان تقفلين المسام. نشفي وجهك وحطي تونر أو سيرم خفيف. تقدرين تستخدمين 2 مرات بالأسبوع إذا بشرتك دهنية، أو مرة واحدة بس إذا بشرتك جافة أو حساسة. الأسئلة الشائعة: الماسك يصلح للبشرة الحساسة؟ نعم، لأن كل مكوناته طبيعية ومهدية خاصة للشوفان والعسل. لكن لو بشرتك حساسة مس، جربي أول مرة على جزء صغير من الوجه. كم مرة أقدر أستخدمه؟ 2 في الأسبوع للبشرة الدهنية أو المختلطة، مرة بالأسبوع للبشرة الجافة أو الحساسة. ممكن أخلطه مع مكونات ثانية. تقدرين تضيفين نقطتين من زيت شجرة الشاي لو بشرتك فيها حبوب، أو نقطتين من زيت الورد لو تبين ترطيب زيادة. 4. في إحساس وخز بسيط، هذا طبيعي؟ إيه طبيعي، لأن الطين يشد والزبادي يشتغل على التقشير الخفيف، بس إذا حسيتي بحرقان قوي غسليه فورا. 5. هل الماسك يعطي نتيجة من أول مرة؟ نعم، بتحسين بنعومة ولمعة من أول استخدام، بس أفضل نتيجة تبين بعد 2-3 أسابيع من الاستمرار. تقدرين تلقينا على أمازون الإمارات، ولينك المنتج يوصف، أو تشترينا من متجر منتجات طبيعية موثوق، بس تأكدي من أنه يحتوي على مكونات 4 الأساسية: الزبادي، طين البنتونيتي، العسل والشوفان. سواء جربي الخلطة الطبيعية أو المنتج الجاهز، الأهم أن تهتمين ببشرة بطريقة آمنة وطبيعية ومناسبة لك. جمالك مو في الفلاتر ولا المكياج، جمالك الحقيقي في بشرة الصحية والنضرة اللي تعكس الراحة والثقة. نشوفكم في الفيديو الجاي مع خلطات أحلى ونتائج أجمل. مع السلامة يا الحلوات.